في المنازل. ازيك يا عم حسان؟ اهلا بيك، معايا تليفون. يا حسان هو يا بيه. يا فخر انت ولا حاجه عايز توقعني؟ العو مش هيقع كرشه. ابقى انا واقف على المسرح وتشغل لي اغنيه مطرب تاني عايزك اتقطع معايا كرشه. اقسم بالله ما مقصوده يا عو، وكل الحكايه ان هي لفت معايا وسحبت فلاشه تانية. انت عارف يا كبير انا بقالي يومين مطبق وما نمتش. ما نمتش ولا مركز مع الرقاصه؟ مركز مع الرقاصه يا كرشه، كلكم مركزين مع الرقاصه، حتى انا حذرتكم 100 مره من الرقاصه دي. ابقى انا واقف على المسرح وتشغل له اغنيه سالكه، الاغنيه سالكه بس انت لا يا كرشه. يلا عيشك اتقطع معايا، مع السلامه. خلاص قفل لي حسابي. الحساب يوم الحساب يا كرشو. يلا كرش امشي عشان ما فيهاش معلش وما فيهاش في الوش، وهات دول. مساء الخير يا وليد. زفت على دماغك انت راخه. منور يا سياده المستشار، اهلا وسهلا يا سياده المستشار، يا نجم العماره يا سياده المستشار. لا انا السلام عليكم. اهلا وسهلا. هو انت كنت بتقول له ايه؟ سياده المستشار الدكتور فخر بقى مستشار رئيس الوزراء. انت مجنون يا جدع انت ولا والله ايه؟ العظيم بقى مستشار رئيس الوزراء. ما تجيش يا عم. الحاج بدردش الخبر والزهريت ماليه العماره. فخر بقى مستشار؟ ده هو يوم نحس من اوله. اوعى انت كمان من وش. مستشار رئيس الوزراء. مبروك يا قلب امك، مبروك يا حبيبي. سيادة المستشار ابني حبيبي، ربنا يحرسك يا رب. بس بقى الله، بصراحة أنا فرحتي بيك ليسعها سما والأرض، وعايز أعتذر لك عن كل مرة أنا قلت لك فيها تسيب العناء. أنا كنت غلطان وبقولها لك أهو قدام الكل. أنا آسف يا دكتور فخر، أنت فعلا اسم على مسمى. انا الحقيقه كنت عايز اقول انه لا انت النهارده ما تقولش، احنا بقى اللي لازم نقول، لازم نفرح بابننا فخر، فخر الصناعة المصرية. ألف حمد لله على السلامة يا قلب أخوك، نورت مصر وألف ألف مبروك، والله فرحت لك من كل قلبي، ربنا يزيدك ويوسع عليك. بص، وأنا كنت عايز يعني أتكلم معاك كلمتين حلوين كده، بس أنت شكلك جاي تعبان. أنا سمعت أخبار سعيدة، ومبروك لفخر بيه على المنصب المحترم. الله يبارك في سعادتك. بقول لحضرتك إيه، أنا أحب أتعرف عليه، هو موجود؟ صباح الفل يا حاج بدير. أهلا، ازيك يا أستاذ وليد؟ اخويا وصاحبي وحبيبي وعشرة عمري سيادة المستشار موجود؟ موجود. انا مش عايز اقول لك فرحتي بسيادة المستشار عامله ازاي، ولا اقول لك؟ هقول لك. اول ما سمعت الخبر الدمعة فرت من عيني. فرت؟ ايوه فرت من عيني. اول ما سمعت الخبر قلت ايه، اخيرا صاحبي وعشرة عمري حقق حلم حياته، وما قدرتش امسك مشاعري ولقيت احساسي وداني للاغنيه دي. كل بيضرب نار لسياده المستشار، اخوه العفو في رحله والجار دايما للجار. انا هفضل اغني كده على الباب ولا ايه؟ لا لا ابدا، بيتك ومسرحك، بس الصراحه انا عندي ضيف مهم جوه يعني، فمش هنبقى واخدين راحتنا. لا انا هاخد راحتي، ضيفك ضيفي. ايه ده؟ مش ده وديع سعد بتاع محلات وديع؟ هو. طب استنى، طيب لسه عامل فرح لحد من قرايبه. السلام عليكم، ازيك يا وديع بيه؟ أهلا وسهلا. أنا أعرف حضرتك. تعرف حضرتك؟ ده كلام برضه، ده كلام. انا وليد دول عاو، مطرب المهرجانات. بتاع مهرجان ايه؟ ما انتش قد الدب يا كلبي ولا قد حواراته، ليه عايزني تاخدني معاك في البحر وسمكاته، كل أيوة. الدب يا قلب. مش عارفها دي؟ أيوه مظبوط كده، مظبوط. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. استاذن منكم ثواني بقى، اسيب الدب معاكم. خد راحتك، البيت بيتي.
خد راحتك يا عم بدير يا ابو المستشار. ما بتفكرش تنتج كليبات؟ لا. انا عايزك سبونسر ليا. ها؟ طب اسمع الحته دي. تاخد حته تانية؟ فخر هي في مصالح بيني وبينه، التاني بقى اللي ملوش لازمه ده براحتك. تمام؟ تمام. سيادة المستشار ده بقى وديع بيه عشرة عمري. المتحدث كاذب. ياه على أيام زمان. فاكر أيام زمان يا فخر؟ المتحدث كاذب. فاكر فخر، أكيد فاكر. ده غلاوته عندي أكتر من أمي. المتحدث كاذب. طبعا الحقيقه انا طلبت اني اقابل حضرتك لان أنا فرحان قوي ان شاب زي حضرتك يوصل للمكان المتحدث المتميز. كاذب. أقسم بالله. ثانية واحدة.